تدري. احنا بدنا نبقى معكم الى الصباح. خلاص ابقوا الى قريب المغرب حتى تدرك الصلاة في الحرم. نخشى انه ناخذ الاوقات. لا الوقت لكم ابدا، فرق الوقت لكم. يلا. الكتب التي في هذه الدورة الحفظانية وغيرها يا شيخ احنا الانبار المنهج مستمر يعني منذ 7 سنوات، منهج 3 مراحل. اظن عرضنا حتى من كنت انا هنا. نعم عرضنا المنهج المرحلة الأولى نعم. والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. نعم. واسلوب اكاديمي يعني لا ينجح الطالب من المرحلة الأولى حتى يختبر. جميل. فينجح ثم ينتقل المرحلة الثانية. جميل. المرحلة الأولى أصول السنة الإمام أحمد والأصول الثلاثة مع القواعد الأربعة. جميل. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والقواعد المثلى والدرر البهية في الفقه. نعم. والأصول من علم الأصول الشيخ العثيمين والبيقونية. هذه المرحلة الأولى. ثم ترتقي ينجح الطالب يرتقي المرحلة الثانية، يأخذ كتاب التوحيد مع شرح الشيخ العثيمين، ويأخذ كتاب الواسطية مع شرح الشيخ العثيمين. هذا في العقيدة في بابيها أسماء والصفات والتوحيد العبادة والألوهية. ويكمل معه الدرة البهية أيضا بشرح أوسع، الدرة البهية في الفقه وشرح السنة البربهاري. وفي الأصول أظن تيسير الأصول. هو أظن الشيخ عبد المحسن الشيخ عطية ولا لا؟ نعم. تسهيل الوصول إلى علم الأصول. هذا في المعنى الثاني. تسهيل الوصول إلى علم الأصول مشترك بينهم. ولهذا فيه عنده أخطاء ما هي من الشيخ عبد المحسن، لا في أشياء كذا يمكن ندرس نبهنا عليها. نعم. وأيضا استشاريتك سابقا أنه الكتاب اللي أنت قرأت الدرة الذهبية في أصول في بعض بيان لبعض المناهج الجديدة، أيضا ككتاب مساعد في باب معرفة المناهج الجديدة. نعم. الدرة الذهبية في أصول ومنهاج الدعوة السلفية ألفته أنت قررته هنا. نعم. ونشر الحمد لله، والآن يطبع الطبعة الرابعة. أنا أرسلت لك، ما أدري وصل لك كتب من عنده؟ والله ما أدري، ما وصل. لا أرسلت لك مع صاحب الدار. أي دار؟ أخونا أبو دار النصيحة. قلت توصل نسخ الشيخ عبيد، لكن يجيب لك يا أخونا أراض إن شاء الله. أنا أجيب إن شاء الله. ثم إذا الطالب اللي ينجح يرتقي المرحلة الثالثة، يدرس كتاب الطحاوية في العقيدة. وكان عندنا كتاب الاقتضاء في بيان مسائل التشبه وغيرها. كان عندنا أيضا دروس منتقات من كتاب الاعتصام، لكن بعض المشايخ يعني ما نصحونا بكتاب الاعتصام. عليه من الحفظ بالصفات يكون عليه في باب الصفات، في باب بعض وافق أهل الكلام في بعض المسائل. نعم. وتكملة الدرة البهية نأخذ الروضة الندية على الدرة البهية في الفقه. في الحديث نسينا أن نقول أن الباعث الحثيث في الثانية باعث الحثيث، وفيها العربية وفي أجرومية نأخذها في الأولى والثانية. هذه المراحل الحمد لله من 7 سنوات احنا ماشيين عليها. تخرج يعني من الأولى والثانية عدد لا بأس به، والمرحلة الثالثة تخرج تقريبا ما يقارب 10 إلى 20 طالب. هنا. والآن ابتدينا نعيد المرحلة الأولى والثانية والثالثة، ومع تواصل مع المشايخ. حسب الحاجة. نعم. الذي يأتي طلاب جدد. نعم. بالعشرات إلا يكون مئات. بدأت تؤتي ثمارها يا شيخ هذه الدورات الآن الحمد لله. بعض الأخوة كانوا يعني شيخ تلاميذ في المرحلة إنه أكبر المرحلة الثالثة أصبحهم يدرسون المرحلة الأولى. جميل. فيساعدونا بهذا الدروس. جميل. طيب. ويسترجعون معلومات. نعم. يسترجعون المعلومات. استعينوا بالله واستعينوا بالله. سيروا على هذا. ونحن إن شاء الله يعني حسب ما عندنا تحت الخدمة إن شاء الله. يكون منكم اتصالات هاتفية إن شاء الله، وأبشروا. إذا وصلنا هناك يا شيخ حديث بإذن الله سوف نتصل بك. نعم. وسوف تكون محاضرة إن شاء الله. محاضرة عن طلب العلم. نعم. والحظ على نعم. مواصلة طلب العلم. نعم. هذا إن شاء الله.